السلام عليكم ورحمة الله. في عالم تقاس فيه قوة الدول بمدى جاهزيتها وقدرتها على حماية أمنها القومي، تأتي هذه الصفقة بين المغرب وشركة البيت سيستيمز كخطوة جديدة تعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو تحديث القدرات الدفاعية وتعزيز الشراكة الدولية. المغرب اليوم لا يتحرك بعشوائية، بل وفق مقاربة تقوم على تنويع شركاء، نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية. مثل هذه العقود لا تعني فقط اقتناء تجهيزات متطورة، بل تعني أيضا تعزيز الجاهزية العملياتية، تحديث المنظومات القتالية وفق أحدث المعايير، ترسيخ التعاون التقني والصناعي طويل الأمد. العلاقات بين الرباط وتل أبيب تشهد دينامية متصاعدة منذ استئنافها، مبنية على المصالح المشتركة والتعاون في مجالات متعددة من التكنولوجيا إلى الأمن أو الدفاع. المغرب بقيادته الحكيمة يواصل بناء شبكة علاقات متوازنة وقوية، هدفها الأول حماية الوطن وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا. بعيد على الشراكة الإسرائيلية، نجد هناك أخبار أيضا حول خبر مهم من واشنطن إلى الرباط. صدق الكونغرس الأمريكي على تخصيص 20 مليون دولار للمملكة المغربية ضمن برنامج التمويل العسكري الأجنبي FMF برسم ميزانية 2026. هذا القرار ماشي غير رقم في ميزانية، هذا القرار رسالة واضحة. المغرب اليوم ما بقاش مجرد شريك عادي، بل حليف استراتيجي موثوق داخل واحدة من أقوى المؤسسات التشريعية في العالم. هو آلية أمريكية كتمنح الدعم للدول الشريكة باش تطور قدراتها الدفاعية، سواء في المعدات أو الخدمات العسكرية. وكون المغرب حاضر في هذه اللائحة راه كيأكد الثقة الكبيرة في المؤسسة العسكرية المغربية وفي استقرار البلاد. الاعتماد جاء بعد مشاورات داخل الكونغرس، والصرف كيخضع لآليات رقابة دقيقة، والتعاون العسكري بين الرباط وواشنطن مستمر وكيكبر سنة بعد سنة. المغرب اليوم كيعزز موقعه الإقليمي وكيواجه التحديات الأمنية بثبات ورؤية استراتيجية واضحة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 20 مليون دولار من أجل أنها تدعم القوات المسلحة الملكية، وأيضا اقتناء معدات يعني ضرورية وحساسة بالنسبة للقوات الملكية المغربية. هذا التطور كامل متابعينا الكرام يعني كيبين على أن الولايات المتحدة الأمريكية كتثق واحد الثقة اللي هي كبيرة في القوة المغربية، وأيضا حتى في القوة يعني العسكرية اللي كيمتلكها المغرب، وأنه بلد آمن في منطقة يعني كتعرف النزاعات وكتعرف بزاف ديال الامور اللي كتوقع في غرب افريقيا. ولكن المملكه المغربيه كتبان هنا انها قوه يعني يمكن انهم يعتمدوا عليها، وخير دليل ان الولايات المتحده الامريكيه ولات كتدعم المغرب ببزاف ديال الاسلحه وبزاف ديال التكنولوجيا من اجل تقويه الاجهزه الامنيه. أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية كتركز على المغرب بصفة خاصة. احنا غادي نشوفوا يعني آخر تصريحات ديال دونالد ترامب لبوريطا. شنو هو السر ديالكم؟ في واحد اللقاء اللي كيختصر عمق التحالف بين الرباط وواشنطن، دار حوار لافت بين الرئيس الأمريكي السابق أو الحالي دونالد ترامب ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا. ترامب: شوف يا ناصر، ملي كنتعامل مع المغرب كنت عارف راسي كنتعامل مع حليف حقيقي. انتم كنتوا سابقين لدعم مجلس السلام ووضعتوا أول مساهمة مالية. قول لي بصراحة، شنو هو السر ديالكم؟ كيفاش كتديروا حتى كتخليو الدبلوماسية ديالكم ديما طالعة في الكوط ومحترمة عن كاع القوة؟ بغيت السي ترامب: السر بسيط وواضح، هو الرؤية ديال جلالة الملك محمد السادس. حنا في المغرب ما كنمشيوش مع الريح، سياستنا مبنية على الوضوح والوفاء للشركاء والعمل الميداني. ما كنعطيوش غير الأقوال، كنعطيو الأفعال اللي كتغير الواقع، بحال مساهمتنا
في إعادة إعمار غزة ودعم كل مبادرة كتخدم السلام والاستقرار. ترامب ضاحكا: أجي بعدا قل لي يا ناصر شنو السر ديال هاد الضحكة اللي ديما في وجهك بوريطة. السيد الرئيس، كما كنقولوا عندنا في المغرب، اللي ضحك في الأخير ضحك بزاف. وحنا مؤمنين باللي المسار اللي خديناه مع بعضياتنا هو اللي غادي يخلي المنطقة كاملة تضحك في الأخير. المغرب اليوم ماشي غير فاعل إقليمي، بل قوة دبلوماسية هادئة كتشتغل بثبات، كتربح بالثقة وكتفرض الاحترام بالفعل قبل القول. التحالف مبني على المصالح المشتركة والوضوح والرؤية بعيدة المدى، وهذا هو السر ديالنا. يعني بصفة عامة، يعني بزاف ديال التوضيحات اللي حاول أنه يفهمها، ولكن ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي يعني لاح يعني مجموعة من المعطيات اللي كترتكز عليها السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية كركيزة أساسية من أجل النجاحات الكبيرة اللي كيشوفها العالم الآن. نكملوا لكم التصريحات ديال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي. وزير الخارجية المغربي يعلنها واضحة: إنشاء مستشفى ميداني في غزة، المشاركة في برامج مكافحة خطاب الكراهية، استعداد لنشر قوات أمن وشرطة وضباط رفيعي المستوى للمساهمة في حفظ الاستقرار. المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل لعب دوره التاريخي كجسر للسلام وكصوت للحكمة في مناطق تعيش على إيقاعات الأزمات. لسنا دعاة حرب بل بناة السلام، لسنا أصحاب شعارات بل أهل أفعال على الأرض. منذ سنوات والمملكة المغربية تضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياتها عبر دعم إنساني، تحركات دبلوماسية ومبادرات عملية تخفف معاناة المدنيين. واليوم مرة أخرى يبرهن المغرب أنه قوة إقليمية مسؤولة تؤمن بأن الأمن الحقيقي يبدأ بالإنسان وبالصحة وبمحاربة خطاب الكراهية. المغرب لا يبحث عن الأضواء بل يصنع الفرق. فلنفتخر بوطن يعرف متى يتحرك وكيف يتحرك ولماذا يتحرك. المغرب بلد التعايش وبلد السلام، بلد المبادرات والشجاعة. يعني نفذ القرار اللي اتخذته المملكة المغربية كيبين أن المغرب فعلا يعني خضع بزاف ديال الخطوات من أجل أنه يخلي يعني منطقة الشرق الأوسط كتعيش واحد التناغم. وأيضا هاد الشي كامل كيديروه من أجل أن توقف الحرب ضد غزة. يعني كتعرفوا أن مجلس السلام اللي دعا عليه دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان بالأساس من أجل يعني وضع حد للصراع في منطقة الشرق الأوسط، بالخصوص في قطاع غزة، اللي عرف مؤخرا واحد الحرب اللي هي طاحنة ما بين أهل غزة وما بين أيضا يعني الاحتلال الإسرائيلي. فشفنا أيضا التحولات وكيفاش وقعت وكيفاش يعني غتوقع، خاصة بعد إعلان أنه غيتم تأسيس يعني مجموعة من القوات من أجل حفظ السلام في قطاع غزة، واللي من بينها غادي يكون المغرب متواجد. نلقاو في فيديو آخر جديد ومقطع جديد إن شاء الله.